طريقة الكيكة دي سهلة جدًا، لو أنتِ مش عايزة تُقفي في المطبخ كتير من غير فرن ومن غير أي حاجة، تعالي نعمل كيكة على فرن البوتاجاز في الطاسة عادي جدًا ما فيش أي مشكلة. أنا حطيت هنا بيضة أو بيضتين، تقدري تحطي بيضة واحدة لو أنتِ عاوزة. هنحط 2 باكو فانيليا، هنضربهم، نضرب البيض مع الفانيليا، وبعد كده هاحط تلتين كوباية لبن، وبعد كده هاحط تِلت زيت، وبعد كده هاحط معلقتين كاكاو خام. أو كاكاو محلى، أي كاكاو عندِك هيحل يعني. هاحط 4 معالق دقيق، 4 معالق كبار هرميين كده دقيق، تمام. وبعد ما حطيت ال4 معالق دقيق، حطيت عليهم اللي هو معلقتين أو 3 معالق كبار سكر بودر، يعني السكر اللي حطيته ده بودر، ومعلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة صغيرة قصدي بيكنج باودر. هنقلبهم بالطريقة دي، وهننضف الحواف بتاعة الطاسة، وهنرفعهم على نار هادية جدًا، وهنوطّي النار جدًا، وعشان لو الطاسة كمان عندِك ما هياش سميكة، وهتوطّي النار جدًا وهتغطّي عليها لحد ما تستوي. هاروح بقى أعمل الشوكولاتة اللي هتتحط من فوق عشان تبقى طعمها زي الجاتوه بالضبط. تعالَ نشوف، هنحط معلقتين كاكاو باودر، وهنحط عليهم معلقتين سكر بودر، وهنحط عليهم تِلت كوباية لبن أو أقل من التِلت شوية، وهابدأ أضربهم واشوف لو هو لسه محتاج لبن هاحط له برضه إيه معلقتين، يعني أبدأ أحط حاجة بحاجة كده شوية بشوية لحد ما القوام يضبط معايا. هو دلوقتي أنا احتاج لسه لبن هاحط له برضه لبن تاني، يعني أنا حطيت التِلت كوباية بالتدريج، وتقريبًا هو زاد معايا لمّا النُص كوباية كمان، لمّا الربع كوباية قصدي. هاقلبهم، وأول ما توصل معايا للقوام ده هابدأ أنزل ب يعتبر ب4 معالق زيت، 4 معالق زيت بس. شوفي القوام، أنا حطيت الزيت في الآخر، طبعًا نزّلته بالتدريج، وكل أمّا تقلّبي كل أمّا الشوكولاتة هتتقل معاكِ. القوام ده القوام هنا جميل أوي. هنا بقى نروح نشوف الكيكة، هنجيب كده أي حاجة نشوف السُويّ بتاعها، فأنا جسّيتها كده لقيتها طالعة نضيفة. ممكن بقى تعملي الخطوة دي وبراحتك وممكن لأ، هتصبري لمّا الكيكة الغلطة اللي أنا عملتها إن أنا سقيتها والكيكة سخنة، هتصبري لمّا الكيكة تبرد وبعد كده تسقيها لبن، لأ تسقيها بسيط عشان يبقى طعمها كده إيه طري أكتر. أنا برضه ما صبرتش عليها، أنتِ هتعملي كل الخطوات دي وتصبري لمّا الكيكة تبرد معاكِ، بعد كده هابدأ أجيب الشوكولاتة وأحطها على الوش. هي شربت هنا اللبن، بس لسه سخنة، لو لاحظتوا هتلاقيها لسه بتدخن، بس أنا ما صبرتش عليها، لكن أنتِ بقى اصبري عليها شوية. هاجيب الشوكولاتة وهابدأ أنزّلها وأفرشها كده على الوش، وهابدأ بقى أجيب شوكولاتة شيبس وهابدأ أزيّنها كده من فوق، أي حاجة تزيّنيها بيها، فاكهة، شوكولاتة، أي حاجة اللي أنتِ عاوزاه، وهابدأ أقطّعها كده قطع صغيّرة. عايزة أقول لكم إن كان طعمها تحفة بجد جدًا، جدًا، وعايزة أقول لكم كمان طعمها زي الجاتوه بالضبط، و وسهلة وخفيفة ومش هتقفي في المطبخ 10 دقايق، هم 10 دقايق مش أكتر.